السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم في صحة جيدة. بمناسبة الشهر الكريم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم معسلات ما كيطيبوش في الزيت، غير في الفرن. غادي نصايبهم بورقة الفيلو. الاولى كتجي بهذا الشكل مقرمشة، والثانيه بهذا الشكل هذا. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاج في هذه المعسلات، عندي هنا ورقة الفيلو، غادي ناخذ 2 باكيات. انا استعملت هذا النوع. وعندي كمية من القرقاع اللي محمر، انا حمرته من قبل. وكمية من اللوز حتى هو محمر. ضروري نحمروا هاد المعسلات، ما نبالغوش في التحمار ديالهم، غير شويه. وكمية من الزبده اللي تكون حيوانيه، انا طيبتها حتى ولات بهذا اللون هذا. وعندي نصف كاس من زيت المائده، ما غاديش نستعمله كله، غادي نضيفه للزبده ونخلي منه تقريبا واحد ربع كاس. ضروري الزبده تكون حيوانيه لان المذاق ديالها كيجي باين في هاد المعسلات. وهنا الطاوه عندي ديال الفرن كندهنها بواحد الكميه مزيانه ديال الزبده اللي تكون حتى هي حيوانيه. هاد الزبده هي اللي كتعطي قرمشه ولون لهاد المعسلات هادو. غادي نخلي باكيه واللوز على جنب. غادي نبدا بالمعسل اللي معمره بالقرقاع. هاد القرقاع انا غادي نهرسو هكا غير بالمدلك، ما غاديش نطحنو لان بغيت الحبيبات يبقاو غلاط ديال القرقاع، كيجي المذاق ديالهم زوين. وبهذه الطريقه ما كنحتاجوش كميه كثيره من القرقاع باش نصاوبوا هاد المعسله هذه. انا هرسته بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا، خليت القطع شويه غليظه لان القرقاع رطب ما قاصحش. ونفس الطريقه غادي نهرس بها اللوز، حتى هو غنهرسو بالمدلك. كنخليهم على جنب وكناخذ دابا ورقه الفيلو. هاد ورقه الفيلو كتكون شويه حساسه، نتعاملوا معها غير بشويه باش ما تقطعش. وحتى الا تقطعات راه ماشي مشكل، كنخدموا بها. المهم كنخدموا غير بشويه، انا راه غير مسرعه الفيديو. كناخذ ورقه، والورقات الاخرين كنخليهم على جنب وكنغطيهم هكا ببلاستيك باش ما ينشفوش. كنرش بالزبده اللي مخلطه بالزيت بهذه الطريقه، وكندهن الورقه بكميه اللي قليله، ما تكونش كثيره بزاف لان غنعاودو ندهنوهم من بعد. كنرش كميه هكا من القرقاع بهذه الطريقه هذه. وكنخلي الجهه الفوقانيه ما كنوضعش فيها القرقاع، كنلفها بهذه الطريقه وما نلفوهاش تكون مزيره، تكون مرخوفه شويه. وكنجمعها هكا غير بيدي على قياس الطاوه. معسله سهله في التحضير وتزيين اللي هو بسيط، وكتجي لذيذه بزاف. انا سبق لي وقدمت لكم المقروط حتى هو طيب غير في الفرن، وهاد المعسلات حتى هما طيبين غير في الفرن. يعني نتجنبوا القلي في الزيت. نصايب معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. ونفس الطريقه كنوزع كميه من القرقاع. الا كانوا حبيبات غلاظ كنهرسوا بيدي. وممكن تلفوا حتى بهذه الطريقه هذه، كتاخذوا هكا شي حاجه اللي بحال القطيب كتلويو عليه السلوفان وكتلفوا بهذه الطريقه. حتى هي عمليه كيف ما قلت، الا ما بغيتوش راه ممكن تجمعوا غير بيديكم. وكنستمر هكا حتى نسالي الورقات كلهم. غادي نخدم معكم الورقه الاخيره بنفس الطريقه، وكيف ما قلت لكم واخا تقطع الورقه راه ماشي مشكل، ما كتجيش نهائيا باينه. دابا غادي ناخذ واحد السكين اللي يكون ماضي وكنقطع به. التقطاع تيبقى القياس على حسب الرغبه ديالكم، بغيتوهم طوال ولا قصار. انا هكا قطعتهم مربعات.
وكنعاود ندهنهم بالزبده. وهاد الطاوه غنخليها على جنب حتى نصايب المعسله الثانيه. عاد كنشعل الفران يكون سخون وكنقص ليه ونطيبو مع المهل. هنا اللوز كيف ما شفتوا من بعد ما هرستو الطاوه كندهنها بكميه مزيانه من الزبده، وكناخذ ورقه الفيلو. هاد الباكيه هذه لقيتها شويه بحال الى شويه لاصقه مع بعضياتهم، مقطعه شويه، ولكن ما كانش مشكل، خدمت بها. كيف ما قلت لكم واخا تكون مقطعه راه كتخدموا بها. الجهه اللي كتكون مقطعه كتحاولوا ديروها هي لداخل، والجهه اللي كتكون ما مقطعاش هي اللي كتجمعوا بها الورقه من بعد. هنا راه كنتعامل معها غير بشويه، راه غير كنسرع الفيديو. كنقسمها على 4. الصراحه حتى هاد المعسله جات رائعه بزاف ولذيذه، لا في الشكل لا في المذاق. دائما كنغطي الورقه ببلاستيك باش ما تنشفش، وكندهن بالزبده والزيت، وكندي هكا اللوز غير خطيط، وكنلفها بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. نتمنى الفيديو يكون شارح نفسه. كنلفها ونجمعها بهذا الشكل هذا، وكنوضعهم في الطاوه، والجهه الثانيه كنحطها على الجنب ديال الاخرى باش تبقى دايره ومجموعه. غنصايب معكم واحده اخرى. هاد المعسلات كيتحضروا بسرعه وما كياخذوش معنا وقت، وكيف ما قلت هاد الطريقه هذه ما كتاخذش معنا كميه كثيره من المكسرات. بحال الا بغينا نديروا هاد اللوز عقده راه كيخصنا كميه كثيره من اللوز. وفي هاد الاثناء الفران راه كيكون كيسخن، وملي كنطيبهم راه كنوضعهم في الفران من الفوق حتى يتحمروا من التحت، وعاد كنهبطهم يتحمروا من الفوق. وحتى هما دهنتهم بالزبده ودخلتهم طابوا بجوج طاوات بجوج في الفرن. هذه هي اللي طابت الاولى كيف ما شفتوا. هنا عندي العسل كيف ما شفتوا محمره من الفوق ومن التحت. هنا عندي العسل نفس العسل اللي خدمت به المقروط، يكون شويه مطلوق، ما يكونش بحال العسل ديال الشباكيه كيكون ثقيل بزاف. انا ما صايبتش الشربات، سقيتهم غير بالعسل. وهنا عندي التعليكه نفس التعليكه اللي صوبت بها المقروط. 4 المعالق ولا 5 ديال العسل، كنضيف عليهم معلقه صغيره من الجليكوز، كندوبهم على النار حتى تيذوبوا. كنضيف ليهم اللوز والكركاع اللي يكونوا مقليين محمرين. انا خليت اللوز والكركاع صاينين، يعني ما هرمشتهمش. وكنسقي هاد المعسله هذه بالعسل. العسل هنا عندي راه بارد لان المعسله بحرا خرجتها من الفران باقا سخونه، وإلا كانوا المعسلات باردين ضروري العسل يكون سخون باش يتشربوا لنا العسل وما كياخذوش كميه كثيره من العسل. اللي بغى يسقيهم بالعسل الحر ممكن، كيف ما قلت ما كياخذوش كميه كثيره من العسل. من بعد ما كنسقيهم هكا بالعسل كيف ما شفتوا راهم كيتشربوا، كنزينهم بهاد اللوز والكركاع. انا كل حبه وضعت فيها نصف كركاعه ولوزه. وهاد التعليكه اللي كندير راه ملي كيبردوا راه كتجمع كتبقى لاصقه وكتلصق على المعسله. ديك المعلقه ديال الجليكوز كتخلي المكسرات يلصقوا على المعسلات. كنستمر هكا حتى سنعمرهم كلهم. انا زينتهم بهذا الشكل هذا. نتمنى هاد المعسلات يعجبوكم. ودابا طابت ليا الطاوه الثانيه كيف ما شفتوا تحمرات، وكنسقيها بالعسل وكنخليها تشرب واحد شويه. هنا المعسله بمجرد ما كنخرجها من الفران كنوضع فوقها العسل. بالنسبه لهاد المعسله الاولى هذه انا غادي نزينها غير بالكركاع. مادام عمرتها بالكركاع غادي نزينها غير بالكركاع هكا مهرمش ومحمر. وبالنسبه للمعسله الثانيه كنزينها هكا بوريقات ديال الورد كيف ما شفتوا. هنايا راه كنخليها في الطاوه باش تشرب العسل مزيان. انا خديت هاد الوريقات هادو ديال الورد مجفف، كيتباعوا عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات.
هكا ما باينينش مزيان لان الفيديو صورته في العشيه. فيهم الوينات زوينين هاد الوريقات هادو، فيهم الاورانج والصفر والموف، اضافه باش نغير شويه اللون ديال المعسلات. وهذه هي النتيجه اللي كنحصل عليها. حضرتهم بسرعه وكيجيو لذاذ بزاف. ننصحكم تجربوا هاد المعسلات هادو لانهم كيجيو رائعين. وهنايا الوريدات كيف ما كتشوفوا راه كيجيو باينين. ونتمنى هاد الوصفه هذه تجربوها وتعجبكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه.